السلام عليكم حبايبي ولاد اعدادي. ده امتحان شامل هندسة فيه أفكار جميلة جدا. يلا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض فيه. بسم الله. أول سؤال بيقول شبه منحرف طول قاعدتيه المتوازيتين 16 و12، فإن طول القاعدة المتوسطة. الراجل عايز مني القاعدة مين؟ المتوسطة. كنت بجيبها ازاي يا مس؟ كان ليها قانون سهل جدا. ايه هو؟ نص في نص في مين؟ مجموع القاعدتين المتوازيتين. تاني، نص مجموع القاعدتين المتوازيتين. طب فين القاعدتين المتوازيتين؟ الراجل قالهولك 16 و12، يبقى اقول له نص 16 زائد 12. 16 و12 كام؟ 28. نص 28 14. تمام. تمام. يلا على اللي بعدها. ما صورة النقطة -1 و0 بالدوران 0 و90 متبوعا بدوران 0 و90. انت حاسس بحاجة؟ لسه هو اصلا دوران 0 و90 عامة. المفروض ان انا ببدل الاتنين واغير اشارة الواي، صح ولا ايه؟ صح. طيب ومفروض دوران 0 و90 ان انا بغير اشارة الاكس وابدل. يعني دي هغير اشارة الواي وابدل، دي هغير اشارة الاكس وابدل. فلما دي تغير اشارة الواي وغير اشارة الاكس، تعالى كده نجرب. تعالى نجرب. هاي غير اشارة الواي. يلا الواي ايه؟ 0، مش هيتغير اشارته، يفضل زي ما هو 0. وسيب الاكس زي ما هو. دي بقى خدها اهي، خدها زي ما هي. يلا نعمل فيها ايه؟ نغير اشارة الاكس ونبدل. يلا غير اشارة الاكس، ما هي 0 اهي. هتتغير؟ لا مش هتتغير، سيبها زي ما هي، بس خليها مكان الاكس واي والواي مكان اكس. طيب يلا هات الواي مكانها. ايه رأيك؟ حاسس بحاجة؟ مش انا النقطة زي ما هي؟ من هنا لازم تاخد معلومة مهمة جدا يا سنة أولى، إن طالما أنت عندك دوران مثلا 0 و90 متبوعا بدوران 0 وسالب 90، فالنقطة هتفضل زي ما هي. دوران مثلا نقول كام؟ نقول دوران 0 ب270 ومتبوعا بدوران 0 وسالب 270. ايه اللي يحصل؟ النقطة هتفضل زي ما هي. فطول ما الدوران عندك بيجي وبعد الدوران المعاكس بتاعه تفضل زي ما هي، ما يجراش حاجة. ما هو اللي انت هتعمله هنا هترجع تعكسه تاني اصلا. ماشي. معين طوله قطريه 4 اكس و2 اكس. مساحته، المساحة بتاعة المعين بالنسبة للأقطار، خلي بالك مديني ايه؟ قطرين. طيب كان ايه؟ نص دي 1 في 2. مين دي؟ الأقطار. نص القطر الأول في القطر التاني. طب يلا كده. سيب النص زي ما هي اهو. في كام؟ 2 اكس في 4 اكس. يلا بينا نضرب. 2 اكس في 4 اكس. 2 في اكس 2 في 2. 2 في 4 بكام؟ 8. اكس في اكس اكس تربيع. مش انا عندي نص، صح ولا ايه؟ يلا في نص اهو. نص في 8 اكس تربيع. سيب الاكس تربيع زي ما هي سنة أولى. نص 8 4، صح ولا ايه؟ يطلع معاك ايه؟ 4 اكس تربيع. ما صورة النقطة 4 و0 بالانعكاس في محور اكس. اكس اكس اكس. ثبت اكس وغير اشارة الواي. ثبت الأربعة اهي. غير الصفر، والله ما يتغير. لو عملت ايه؟ سيبهولي زي ما هو. تبقى النقطة يحصل لها ايه؟ ولا اي حاجة، زي ما هي. طب ليه؟ ولو خدت بالك اصلا النقطة دي مين بتاعها؟ مين المسقط بتاعها بصفر؟ اكس ولا واي؟ والله يمثل الاكس برقم، الواي هو اللي بصفر. فطالما الواي عندي بصفر فمعنى كده ان النقطة اصلا على محور اكس. طب النقطة على محور اكس وانا عايزة اعمل لها انعكاس تاني في محور اكس، تفضل زي ما هي، ما يجراش حاجة. ماشي يا مس. يلا اللي بعده. معين محيطه 28 وارتفاعه 5، فإن المساحة. مساحة. طيب هو مديني ارتفاع. طالما مديني ارتفاع يبقى انا محتاجة ايه؟ محتاجة القاعدة اللي هو طول الضلع يعني. محتاجة طول الضلع هضربه في الارتفاع يديني المساحة. انت معاك الضلع؟ لا، بس انت معاك حاجة اقدر اجيب منها الضلع، صح ولا ايه؟ يا مس انا معايا مين؟ معايا محيط. طب انت معاك محيط عايز تجيب منه طول الضلع. والله المعين اهو، ده زي ده زي ده زي ده، صح ولا ايه؟ فانا فاكر ان المحيط المعين كان طول الضلع في 4، صح ولا ايه؟ صح. طيب انت بقى معاك المحيط وعايز طول الضلع. والله لو عايز طول الضلع يبقى انا هقسم المحيط على 4، صح ولا ايه؟ صاحيين معانا ولا نايمين؟ صح يا مس. يبقى انا هقسم 28 على 4. 28 على 4 فيها كام؟ فيها 7 يا مس. طيب يعني انت عايزة تقولي ان طول الضلع انا جبته ب7؟ صح. طب الارتفاع بتاعي، المساحة بتاعتي، المساحة بتساوي الارتفاع في القاعدة او طول الضلع يعني، والقاعدة هي طول الضلع. طيب يبقى انا عندي الارتفاع بكام؟ 5 في القاعدة بكام؟ 7. 5 في 7 35. يلا
عند الدوران المحايد، دوران محايد من غير ما تكمل 360. صح ولا ايه؟ صح يا مس. يلا بسم الله. بيقول لي ارسم مثلث ABC حيث زاوية A 70، زاوية ضلع AB ب5 والضلع AC ب6. طيب واحدة واحدة كده. لو خدت بالك ده مثلث مديهوني بمعلومية طول ضلعين وزاوية. طيب بعمل ايه؟ برسم طول ضلع وبعدين زاوية وبعدين طول ضلع تاني، ضلع زاوية ضلع ضلع زاوية ضلع. طيب هترسمي مين الأول تحت يا مس؟ خليك ذكي بقى، ناخد الكبيرة تحت، نخلص من الكبيرة. مين الكبيرة؟ اللي هي 6 سنتي من الصفر إلى دي 6 سنتي. ماشي يا مس. دي ايه؟ دي ايه سي. وبعدين الراجل بيقول لك زاوية ايه ب70، زاوية ايه ب70، محتاجين ايه؟ المنقلة. يلا نحطها كده، نظبطها. عايزين الزاوية بكام؟ ب70. اعدي من جوه ولا من بره؟ طبعا من جوه، الصفر بتاعك اهو على الخط اهو. 70 70 70 70. ماشي يا مس، وصل يلا. وبعدين عندك الطول اللي اسمه ايه بي ب5 سنتي. بعملها ازاي؟ بمسك البرجل وافتح 5 سنتي على المسطرة اهي. بسم الله، مظبوطة ان شاء الله. يلا حط عند زاوية ايه كده. طبعا برسم بالرصاص بس انا رسمه هنا بالجيف عشان بس تشوف. واعمل قوس كده يقطع القطع المستقيم اللي عندي. طبعا انت محتاج ايه؟ نمد القوس الشعاع ده شوية عشان بس الرسمة بتاعتنا تبقى زي الفل اهي. شايف القوس اللي عندك ده اهو يا مس؟ بعدين وصل بقى القوس اللي عندك ده بزاوية او بالضلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده كده بقى معاك مثلث اسمه ايه سي هنا بي. طيب احنا قلنا الاي سي بكام؟ ب6 سنتي. قلنا الاي بي ب5 سنتي. وقلنا ان زاوية ايه دي بكام؟ ب70 درجة. دايما قلت لك خلي بالك ان لازم يكون اصلا الضلع ده والضلع ده معاك، وتكون الزاوية محصورة بين الضلعين اللي معاك. فاهم حاجة؟ يعني لازم تكون معاك الزاويتين، قصدي الضلعين والزاوية المحصورة بينهم. ماشي. يلا اللي بعده. ارسم مثلث اي بي سي حيث فيه ال A ب0 وسالب 2، ال B بسالب 4 و1، ال C بسالب 3 وسالب 4. ماشي يا مس. يلا نكمل. طيب يبقى احنا قلنا القطعة دلوقتي. انا عايزة ارسم مثلث اللي اسمه اي بي سي حيث فيه ال A بكذا وال B وال C. عايزة برسم دوران 90 -90 180. طيب محتاجة افتكر قوانين الدوران. طب نرسم المثلث الأساسي الأول وبعد كده نشوف الدوران. يلا بينا. طيب ال A كام؟ 0 وسالب 2. ادي الصفر اهو، -2 اهي. صح ولا ايه؟ صح يا مس. صح غلط؟ غلط. صح ولا ايه؟ 0 وسالب 2 على محور مين؟ على محور واي. طيب -4 و1، -4 و1 هنا كده. ماشي. دي مين؟ دي البي. سي -3 وسالب 4، -3 وسالب 4. ده السين. نوصل المثلث. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يلا نكمل. عايز بقى دوران -90. طب -90 كنت بعمله ازاي؟ -90 كنت اغير اشارة الواي وابدل، اغير اشارة الواي وابدل. طب -90 اغير اشارة الاكس وابدل. طب 180 بغير الاشارتين بس ما بدلش. طيب يلا -90 فين الواي؟ الايه اهي. الواي بسالب 2 خليها 2 وبدل بين الاكس والواي. طيب فين الواي؟ هنا الواي اهي ب1 خليها -1 وبدل -3 -4 ولا ايه؟ ماشي. هنا الواي فين؟ -4 خليها -4 وبدل سيب -3 زي ما هي. ماشي. يلا نرسم الجديد ولا نكمل كله ونرسم مرة واحدة؟ نجيب -90 غير إشارة الإكس وبدل. يلا هنا الصفر غير إشارته ما يتغيرش، يفضل زي ما هو. طب بدل أهي. تبقى بدل 100 صفر وسالب 2 تبقى -2 وصفر. البي فين الإكس أهي؟ -4 خليها -4 وبدل
فين الاكس اهي سالب 3، خليها موجب 3 وبدل. ماشي، اخر واحده بقى 180. 180 اسهل حاجه، غير اشارتين، هنا الصفر ما اتغيرش، -2 تفضل زي ما هي 2. طيب -4 تبقى 4، الواحد -1، هنا -3 تبقى 3، -4 تبقى 4. يبقى انا عملت ايه؟ غيرت كل الاشارات اللي عشان انا عايزه اعمل دوران 180. يلا نقسمه بقى. يلا بينا. الاولاني كام؟ 2 و0، 2 و0. -1 وسالب 4، -1 وسالب 4. مين ده؟ طيب اللي بعده لا ممكن 4 وسالب 3، 4 وسالب 3، 4 وسالب 3. ده مين؟ ده السين. يلا نوصله كده. ماشي، رسمنا الايه؟ الدوران ده دوران -90. ماشي، اللي بعد الأصل. يلا اللي بعده، عايز دوران كام؟ دوران -90. احنا قلنا كام وكام؟ -2 و0 اهي. طيب 1 و4، 1 واطلع فوق 4. ده مين؟ ده البي. -4 و3، -4 واطلع 3، -4 و3. صح كده؟ صح يا مس سي. يلا نوصل. دوران -90. ماشي، يلا نعمل اخر دوران 180. كام وكام؟ 0 و2، 0 و2 فين؟ هنا كده عند الواي. طيب 4 وسالب 1، 4 وسالب 1. طيب 3 و4، 3 واطلع فوق عند ال4. فين ال4 اهي. ده مين ده؟ ده السين. يلا وصل. بسم الله. ده دوران كام؟ ده دوران 180. صعب الكلام؟ لا والله ما صعب ولا حاجة. طيب بقولي بقى بعدها ارسم قطعة مستقيمة طولها كام؟ 6 سنتي. يلا نرسم قطعة مستقيمة طولها 6. بسم الله. ثم ايه؟ ثم هنصطفها باستخدام البرجل والفرجول. يلا ادي ال6 سنتي بتوعي. عايزة انصطفها، بمسك بالبرجل فتحة اكبر من النص بس. حلو اوي كده اهي زي الفل. واقف هنا كده اصور بس سنة عشان ما تبقاش بعيدة اوي. اهو حلو اوي. واعمل قوس هنا، واعمل قوس الناحية التانية هنا. ادي البرجل فتح معانا. ثانية واحدة نظبط البرجل. طيب يلا نعمل الناحية التانية. قوس هنا وقوس هنا بس. وبعدين هنوصل القوسين ببعض. طبعا ده عمودي، يبقى دي 3 دي 3. ماشي، اللي بعده أول طول ضلع المربع. ماشي، ماله؟ مساحته بتساوي ضعف مساحة معين. يعني انا محتاج اجيب مساحة المعين وبعدين هضربه في 2 اللي هو اجيب ضعفه، كأني جبت مساحة المربع. ماشي نكمل. مساحة معين طول قاعدته كام؟ 5 و10. يعني مساحة المعين قاعدته 5 و10. طيب واحدة واحدة كده. مش قاعدته 5 و10؟ طيب مش مساحة المعين. مساحة المعين كانت بتساوي ايه؟ القاعدة في ارتفاع، صح ولا ايه؟ البي في الاتش. طب القاعدة عندك بكام؟ 5. ارتفاعك بكام؟ 10. 5 في 10 50 سنتيمتر مربع عشان دي مساحة. طب انا جبت مساحة مين؟ المعين. انت عايز معين، انت عايز المربع، يبقى اقول له كده مساحة
مساحة المربع هيساوي، هو قالك ان المربع ضعف المعين، يعني ايه؟ يعني خد المعين اضربه في 2. يلا هو 2 في 50، 2 في 50 100 سنتيمتر مربع. خلاص معايا مساحة المربع. مش انا لو معايا مساحة اقدر اجيب طول الضلع؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ والله افتكر كده ان كانت مساحة المربع بتساوي ايه؟ مساحة المربع كانت بتساوي طول الضلع في نفسه، اللي هو اس في اس، صح ولا ايه؟ اللي هي اس تربيع، يعني الضلع تربيع. يعني هنا اقدر اقول ايه؟ ان المساحة بتاعتي بتساوي اس تربيع. طب ما هي اس تربيع اصلا عندك بكام؟ ب100. طيب اس تربيع عندك ب100، عايزه اخلص من التربيع، اخد الجذر التربيعي، يعني الجذر التربيعي هتبقى الاس عندك بكام؟ جذر 110، او بمعنى اصح سنتيمتر، او بمعنى اصح كام في نفسه ب100؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي 10. ماشي. اللي بعد ايهما اكبر؟ مساحة مربع طول قطره 10 عن مساحة معين طول قطره ايه؟ 12 و10. طيب قطر المربع او مساحة المربع، أهي. المربع كنا بنجيبه ازاي؟ كنت بقول مساحة المربع تساوي نص القطر تربيع، صح ولا ايه؟ نص مربع طول القطر، نص دي تربيع، اللي هي دي في دي، يعني هو القطر عندك المربع كله زي بعض والاتنين زي بعض، فبدل ما اقولك نص دي في دي 10 في 10، لا، ما انت هتقول نص دي تربيع على طول، صح ولا إيه؟ كبرنا، يبقى ده المربع. طيب يلا نحسبها. نص في، هي دي عندك بكام؟ 10، 10 تربيع 100، نص 100 كام؟ 50 سنتيمتر مربع. حلو. يلا على عمك مين؟ عمك معين. معين طول قطرها هي كام وكام؟ 10 و12، تبقى المساحة عندي بتساوي نص دي 1 في دي 2. صح يا مس؟ صح يا مس. يلا ليه بتساوي نص القطر بكام؟ 10، والتاني بكام؟ ب12. يلا بينا. نص ال12 كام؟ ب6، 6 في 10 60 سنتيمتر مربع. صعب الكلام؟ لا والله ولا اي حاجه. طيب هو بيقول لك ايه؟ اوعى تسيبها كده وتمشي، هتنقص درجه في الامتحان. ليه؟ انت برضو محددتلوش انهي اكبر. هو قال لك ايهم اكبر؟ المربع ب50 والمعين بكام؟ ب60، يبقى له كده المعين هو الاكبر في المساحه. صح ولا ايه سنه اولى؟ ماشي. يلا السؤال اللي بعده. السؤال ده بيقول ايه؟ ارسم مثلث A B D، ال A كذا، ال B دي، ثم ارسم صورته في ايه؟ انعكاس محور اكس. يلا نرسم الاصل كده. يلا نرسم الاصل، يلا نرسم الاصل. هو كام الاصلي؟ ال A بكام وكام؟ 3 و2، ادي ال3 وادي ال2. ماشي. ال B 0 و2، 0 و2 على محور واي. طيب السي او الدي يعني 0 و4 على محور واي برضه، ادي الدي وادي البي وادي الايه. يلا نوصله كده. طيب ده المثلث بتاعي الاصلي، عايزين نعمل ايه؟ نعمل له انعكاس. انعكاس في محور يمين. والله لو في اكس هثبت اكس وغير اشارة الواي، لو في واي هثبت واي وغير اشارة الاكس. انت هنا في مين؟ هنا في اكس يا مس. طيب ثبت اكس، يلا. ثبت اكس 3، غير اشارة الواي تبقى -2. يلا ثبت اكس 0، غير اشارة الواي تبقى -2. ثبت اكس 0، غير اشارة الواي تبقى -4. يلا نرسمه. 3 و2، لا 3 و-2، 3 و-2، هذا الايه. طيب 0 و-4، 0 و-4، 0 و-2، وبعد كده 0 و-4 اهو. يلا نوصله. يلا بينا. زي الفل اهو، كده مظبوط. لازم حتى الشكل يبقى عينك قبلاه وحاسس انه انعكاس اهو. الصورة اهي انعكست الناحية التانية، فكده مظبوط. طيب اخر سؤال عندك في الامتحان الانتقال. مش انا لما كنت بجيب الانتقال كنت بعمل ايه؟ والله كنت باخد النقطة اجمع عليها الانتقال يديني الصورة. طيب تعالى نرسم الاساسية برضو الاول. يلا هي كام وكام؟ -3 و3، لا -3 و3. هنا اهي، دي مين؟ دي الاكس. الواي -4 و0، -4 و0 على محور مين؟ على محور اكس. الزد 0 و0، نقطة الأصل. ماشي. يلا نوصل. سال
زي الفل. فانتاستيك تاستيك يعني. يلا اللي بعده. الانتقال. والله كل اللي هعمله يا مس ان انا هاخد النقطة اجمع عليها السرعة دي الانتقال. يعني -3 اجمع عليها الواحد. -3 وواحد كام؟ -2. طيب 3 وسالب 3 صفر، حاجة وعكسها صفر. ماشي، ادي الواي. يلا نجمع. -4 وواحد -3. صفر وسالب 3 -3 برضه. اللي بعدها الزد. ها، صفر وواحد واحد. صفر وسالب 3 -3. يلا بينا نرسمه. -2 وصفر -2 وصفر. دي الاكس. طيب الواي كام؟ -3 و3 -3 وسالب 3 كمان. طيب اخر حاجة زد. واحد وسالب 3. واحد وسالب 3. بس كده. ايه رأيك؟ شكله زي الفل. طيب كده يا سنة أولى كنت أنا خلصت معاك، حليت معاك امتحان شامل هندسة، يعتبر مراجعة على كل الهندسة بتاعة الوحدة التالتة اللي عندك. فركز في الأسئلة. اشتغلنا على الانتقال، الانعكاس والدوران، اشتغلنا على المساحات كلها، رسمنا مثلث، رسمنا قطعة مستقيمة، يعني حطينا أهم أفكار الوحدة. ماشي، يلا أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.